إذا صلى الإنسان بعد طلوع الشمس، يعني ذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم صلى 4 ركعات، كفي يومه، كفي مؤونة يومه، ما أهمه وما لم يهتم به، فالخير يجلب له والشر يدفع عنه ويصرف عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم صل لأول النهار 4 ركعات نكفك آخرة. 4 ركعات، وعد الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان النبي، ما يحتاج تجريب، اللي يجرب عنده شك، لكن الواقع دل على ذلك، دل على ذلك. فتكلم أهل العلم وغيرهم على هذا، وأنهم حفظوا مما يكرهون وسلموا مما يعانون ورزقوا من حيث لا يحتسبون وصرف عنهم من المكاره والهموم ما لم يكونوا يتوقعون. فأين الناس؟ وهذا يدل على أن دين الله عز وجل هو الأمان للعباد في الدنيا والآخرة. فمن استقام على دين الله جل وعلا كما شرع وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله ليطاع ويتبع، فإنه يكون في أمان وضمان، فيحصل خير ما تجري به المقادير ويسلم وينجو من شر ما تجري به المقادير من أمور الدنيا وأمور الآخرة.